الكاف يقرر سحب كأس إفريقيا من السنغال اليوم، حيث توصلنا لخبر يفيد بأن الكاف قررت سحب الكأس الإفريقية من السنغال بعد الأحداث التي وقعت في المباراة النهائية أمام المغرب. المروك عندهم 31 عضو في لجان الكاف، حاكمين قال لجان، حنا نو، حنا ما عندناش. صعب جدا انك تحارب هذا الاتحاد الافريقي حاليا لانه يحظى بدعم ومساندة خفية من جياني إنفانتينو. عاجل، الكاف يسحب الكأس من السنغال بسبب المادة 82 من لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي تنص على خسارة الفريق المنسحب. كثيرون انتبهوا للمادة 82 في لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. طيب هيدي المادة شو بتقول؟ اسمعوا وركزوا معي. إذا انسحب فريق من البطولة لأي سبب من الأسباب، أو لم يحضر للمباراة، أو حتى رفض اللعب، أو غادر الملعب قبل نهاية المباراة المقررة دون إذن الحكم، فسيعتبر خاسراً ويستبعد نهائياً من البطولة. ظهور دليل جديد يسحب كأس إفريقيا من السنغال ويمنحها للمغرب، وحملة مغربية لمقاطعة سلع الجزائر ومصر. تبتات تسجيلات كتقول انهم ضغطوا عليه، قال لي لا ما تنهيش المباراه. وشكون اللي كيتحكم فهادشي؟ هو الحكم، ماشي هما. يعني ان الامر اصبح غير قانوني عفوا، ما بقاش عنده الحق انه يستمر في المباراه. اذا ضغطوا عليه وامروه بعدم انهاء المباراه. وظهرت كذلك تسجيلات تؤكد هجوم السنغاليين، قال لك واداريين على الحكم ومنعوه من انهاء المباراه، بل انه البعض قال لك انه حبسوه انه يستعمل الصافره ديالو. شدوا لي الصافره ما يستعملهاش، ما يصفرش. هادشي كامل ظهر في التسجيل. قال لك ودي نديروا واحد الحل وسطي باش ما نكبروش الموضوع، نسحبوا اللقب من السنغال ونعاودوا المباراه في ملعب محايد، ماشي في المغرب، ماشي في السنغال، ماشي في كذا. طبعا نديروا في شي ملعب ونديروا ربما بدون جمهور، ويلعبوا المنتخبين ونشوفوا اللي ربح هو اللي غيدي كاس افريقيا ديك الساعه عن جداره وثقه. هذا غير حل وسط، هذا غير مخرج. تخيل معايا الإعلام الجزائري المدلس والمعلق الجزائري كمان المدلس حفيظ الدراجي طالعين وبيعترضوا على قرار الفيفا بفتح ملف تحقيق جديد في أحداث نهائي كأس أفريقيا ما بين المغرب وما بين السنغال. امبارح طلع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو وأمر الكاف الفاسد والمرتشي بفتح ملف تحقيق جديد في أحداث نهائي كأس أفريقيا ما بين المغرب وما بين السنغال. معنى كده بأن الفيفا مقتنع بأن المغرب اتظلم، لأن الفيفا لو شايفة بأن المغرب أخذ حقه بأن مفيش منتخب اتظلم، مش هتطالب الكاف الفاسد والمرتشي بفتح ملف تحقيق جديد. مش ده موضوعنا، لكن أنا بتكلم هنا على الإعلام الجزائري المدلس وحفيظ الدراجي اللي مش عايز يتعلم الأدب. يعني أنت اتطردت زي الكلب من قطر، واتمنعت من دخول دول الخليج، واتمنعت من التعليق في قنوات بي ان سبورت، وكل ده ومش عايز تتعلم الأدب، وبتدخل نفسك في مواضيع أنت مالكش علاقة بيها. يعني انت ايه دورك اصلا عشان تطلع تتكلم وتقول بان مش من حق الاتحاد الدولي يفتح ملف تحقيق جديد، وتقول بان السنغال يستحق ان هو يكون الفايز باللقب، وبتعترض على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، مش عايز تتأدب. كل ما يطلع حفيظ الدراجي يتكلم بشكل سيء عن المغرب، سبحان الله الرد بيجي ما تعرفش منين. طلع وشمت في المغاربة وفرح في المغاربة لما خسروا كأس أفريقيا، أخذ على قفاه ألم للتاريخ من رئيس أو أمير دولة قطر، طردوا زي الكلب من قطر ومنعوا من دخول دول الخليج، وفي الآخر مش عايز يتقدم. الفيفا قالت إيه؟ قالت للكاف الفاسد إحنا عايزين نطبق المادة 82. المادة 82 بتقول إيه؟ بتقول بأن أي فريق يخرج من الملعب 10 دقايق لازم الحكم ينهي المباراة ويعتبره منسحب وخاسر بنتيجة 3-0. طب حكم المدلس اللي كان بيدير المباراة ما عملش كده، لا ده الحكم كان بيرقع وبيتوسل لساديو ماني ولاعيبة السنغال عشان يرجعوا يكملوا المباراة.
ده مش دور الحكم، دورك انت تطبق القانون، ولو على حتى منتخب بلادك تطبق القانون. لكن المدلس ما عملش كده، لان لو طبق القانون كان المغرب اللي هيفوز باللقب. اسمع الفيديو ده وانتظرونا في النهاية. اليوم غادي نهضروا لكم على الجلسه ديال الاستئناف اللي غتكون غدوه ديال المغرب، ديال الدفعات اللي دفعتها الجامعه الملكيه المغربيه، والدوسي اللي غيتعاود من دابا وجديد ديال نهائي كاس افريقيا. وكاين موضوع ديال بوعدي، وبوعدي اللي غادي يكون في القائمه ان شاء الله باذن الله. واخا هو ما غاديش يكملوا له، واخا ما تكملوش تغيير الجنسيه ديالو، يكون عاد ما غيروهاش في فيفا، ولكن وهبي طالبوا باش غادي يكون في التربص نشوفوا ليل واش تخليه ليل ان شاء الله باذن الله تقدر تخليه، لانه وهبي بغى يحطوه في القائمه يجي يحضر لهذا التربص هذا ديال الدوماش، واخا ما يلعبش فيهم غير يحضر التربص والاجتماع. وانتم راكم عارفين التربص الاهميه ديالو، لانه هو اخر تربص على حساب كاس العالم. كاين واحد اخر القرار ديال التحكيم، الحكم البارح ديال الجنوب، ديال الحكم السنغالي اللي دار الحدث البارح بهذيك الاشاره ديالو اللي جبد الحمراء ونستعرف به، يعني الباهنه عجبتني هذيك الطريقه هذيك حتى غادي نهضروا عليها. نبداو بمكونه اليوم فات في الجلسه ديال التحكيم وعطاوه شهرين، والفلوس هذيك بحال تشدت يعني تيزات، ويمكن غادي يزيد يخلص غرامه ماليه فوق هذيك الفلوس كامله اللي دخلوها للسيزي. هو ضربوه بشهرين، غادي يكون على برا، ماشي شهرين يضربها بحبس ولا مي في هاد الشهرين الا عاود دار شي مخالفه اخرى، كان شي فلوس اخرى ولا دار شي مخالفه اخرى، عاد ما يدخل الحبس. المهم راكم عارفين جنوب افريقيا يعني تقدر تقولوا بالله هي خوت مع النظام ديالنا والروينه، ولكن ما عرفناش هنا كيفاش التدخل اللي غادي يكون ديالهم في القضيه ديال المكونه. هادشي هذا من جهه. الموضوع الثاني هو ديال لجنه الاستئناف. غدوه ان شاء الله لجنه الاستئناف ديال لاكاف غادي يهضروا على الدوسي ديال النهائي ديال كاس افريقيا اللي عاودوا له من الزيرو تقريبا، من الزيرو كامل غادي يعاودوا له من الزيرو باش يشوفوا هذوك العقوبات اللي داتهم المغرب واش خاصهم يقلعوهم يمكن عقوبات اللي ما خاصهمش يقعدوا، ويزيدوا العقوبات للمدرب ديال السنغال اللي ما 5 ديال الماتشات يزعقوا يعني. وكاين بزاف حوايج غادي يزيدوهم، وكاين عقوبات اخرين على اللاعبين ديال السنغال. نتمناو غدوه نشوفوا واش غادي يكون في هذه لجنه الاستئناف اللي غادي تكون غدوه، اللي غادي تكون في القاهره. هذه من جهه. بوعدي قلنا دخلنا لبوعدي، قلت لكم انا غادي يكون في التربص، ولكن واش ليل غادي تسمح له باش يمشي الا ما بدلت الجنسيه ديالو، ولا تبدل الجنسيه ديالو في هاد الجوج سيمانات اللي باقيين على المقابلات، غادي يكون عادي. الاستدعاء ديالو غادي يتم الليل، ونتمناو الليل توافق باش يكون حاضر في التربص، لانه عنده هاد 2 ماتشات. واخا غير يحضر التربص مع المجموعه ويتعرف على المجموعه والجروب، لانه تكون عندك واحد المعرفه احسن ما باش تمشي لكاس العالم، لانه تبقى عندك 10 ايام اللي تفرجك على كاس العالم، ما وقت خليل. اليوم حسن نتمناو له التوفيق ان شاء الله، ونتمناو اللي يسهلوا المهمه للجامعه الملكيه والوهبي بالاستدعاء ديال بوعدي. هذه من جهه. كاين واحد الخبر اخر ديال الحكم اللي هضرنا عليه، الحكم اللي دار البارح اللقاء ديال الترجي، الحكم السنغالي، واللي عطى ضربه جزاء الترجي شرعيه، بينهم اللي يقولوا ماشي شرعيه، ولكن الاهلي يستاهلوا. فاختصارا لكل الكلام ده، المغرب النهارده بياخد حقه، الفيفا بترجع للمغرب حقه. الفيفا مش بتجامل المغرب، لا، الفيفا بتدي المنتخب المغربي حقه فقط لا غير، قولا واحدا. الفيفا النهارده بتدي منتخب المغرب حقه. اوعى تقول لي ان الفيفا بتجامل المغرب. انا قلت لك من قبل، المنتخب الوحيد في قارة افريقيا اللي مش محتاج ان هو يتجامل من اي حد هو المنتخب المغربي. المغاربة طول الوقت بيطالبوا وبيقولوا ادونا حقنا فقط لا غير، ادونا حقنا فقط لا غير، لا محتاجين مساعدة ولا محتاجين منكم بطولة، وفروا العدالة للجميع. دي المقولة الشهيرة. ليه؟ لأن هم واثقين في نفسهم، عندهم كل المقومات اللي تخليهم يفوزوا بكل الألقاب الخاصة بأفريقيا وفي مختلف الأعمار. هتقولي ليه المغرب مش بياخد بطولة بقاله 50 سنة؟ رديت من قبل وهرد تاني النهاردة وهقول لك، لأن البطولات في أفريقيا بتحسم بالكولسة وبالفساد وبالرشاوي، بتحسم خارج الملعب وليس داخل الملعب. القارة الوحيدة اللي بطولاتها بتحسم خارج الملعب هي قارة أفريقيا، القارة السوداء وليس السمراء.
والله العظيم 3 خسارة في قارة أفريقيا بإن يكون فيها منتخب عملاق وعظيم وبيمتلك كوكبة من النجوم زي المنتخب المغربي. قولا واحدا المنتخب ده خسارة إن يلعب مع الأشكال دي وسط كمية الفساد اللي موجودة في قارة أفريقيا. المغرب أنا قلتها وهفضل أقولها، مكانته الحقيقية مش اللعب كمان في آسيا، لأن آسيا مش هتفرق كتير. مكانته الحقيقية إن هو يلعب في أوروبا. مكانة المغرب الحقيقية اللعب في أوروبا، على الأقل هناك منافسات شريفة. عارف المغرب ده لو بيلعب في أوروبا كان أخد بطولة أوروبا، ممكنش هيقعد 50 سنة مش هياخد البطولة. في الآخر بتلوموا على المغرب وبتقولوا بقالكوا 50 سنة مش عارفين تاخدوا البطولة، وهيقعد 50 سنة كمان مش هياخد البطولة، لأن بطولات أفريقيا بتحسم بالكولسة وبالفساد وبالرشاوي، والمغاربة ما بيعرفوش يعملوا كده. عشان كده المغرب بقاله 50 سنة مش بياخد البطولة. اوعى تلوم على المغرب أو تقلل من المغرب، لأن كلنا عارفين البطولات بتحسم إزاي في القارة السوداء. بتحسم بالتدليس وبالرشاوي وبالمجاملات. النهاردة الفيفا طبقت المادة 82 وسحبت اللقب من المنتخب السنغالي. هنا لازم تعرف وتتأكد بأن المغرب كان بيتعرض لظلم وظلم كبير جدا، ولولا ذلك الفيفا ما كانتش هتتخذ هذا القرار التاريخي. ديما مغرب، أشوفكم في فيديو جديد.